هنا من ساليرنو في استاديو الريتشي، هنا معقل نادي ساليرنيتانا في مواجهة منتظرة أمام الميلان، هنا ضمن منافسات الأسبوع الذي يحمل رقم 17 في أقصى الطرف الأيسر إلى وسط الملعب من جديد. استلام ومحاولة، ولكن هنا مرة تانية حولة في أقصى الجانب الأيسر إلى إسماعيل بن ناصر. إسماعيل بن ناصر ينطلق، إسماعيل عدى إسماعيل لعب العرضية إسماعيل، ولكن رجعت الكرة من جديد. شوفنا محاولات التقدم، لكن شوفنا تيجاني رايندرز اللي يرجع كرة عند رافائيل لياو ونزلت عند اسماعيل بن ناصر. ليتسي مع اوليفر بيرهوف هم الهدافين برصيد 3 أهداف. عند سيمون كيير مررها الى بن ناصر، لا شيء. بن ناصر الملعب الى اسماعيل بن ناصر، واحد من اللعيبه الجزائريين اللي لهم شأن عظيم. عند اسماعيل بن ناصر، سدد اسماعيل بن ناصر، والكرة اللي اصطدمت في قدم اللي كان راجع يأمن في نزلت الى اسماعيل بن ناصر هي في وسط الملعب. اسماعيل بن ناصر يستلم، يمرر كرة عند فالياو الى اسماعيل بن ناصر اللي بيستلم. اسماعيل بن ناصر باستلام بضغط، اتسلمت الكرة السريعة، هذه هنا لمسة لكن خبطت ومرت الكرة الى خارج. في عام 97 اللي كان لعب نيتانا في ارض الملعب، وادي هنا اسماعيل بن ناصر بيقطع الكرة عجز كده يردها بشكل خاطئ. رجعت مرة تانية في وسط الملعب بن ناصر، عدى اسماعيل بن ناصر، وهنا الدفعة وحكم المباراة بيصفر بيقول خطأ، ضربة حرة من نصيب النجم الجزائري اسماعيل بن ناصر.